نبقاوش نقولوا غادي يخلصها المواطن. حنا تنقولوا 4.1 مليون مغربي ما غتزاد عليهم صفر، وكاين 1.1 مليون مغربي فيما يتعلق بالكهرباء غتزاد عليه 60 سنتيم. كونوا شويه ديال الموضوعيه. لا نقول ان المواطن هو الذي سيدفع، الدوله ستدفع طبيعي، لان الدوله هذه بالنسبه لها مؤسسه استراتيجيه مرتبط بها استثمارات 50 مليار ديال الدرهم في السنوات المقبله باش يمكن لنا نحافظوا على الماء والكهرباء. ما يمكنش اي حكومه كيما بغات تكون اللون ديالها حكومه عاقله لا يمكن الا ان تتخذ هذا القرار. المساله الاخرى فيما يتعلق بالقضيه ديال الاختلالات، احنا عندنا التقارير مجلس الاعلى للحسابات تتحدث عن اختلالات. الان السيد المستشار يتحدث عن سرقات. طيب اذا كانت هناك سرقات لا شيء يمنع مجلس المستشار ديال اللجنه ديال تقصي الحقائق، هذا حقه. ثانيا نحن ليس في علمنا ان هناك سرقات ولم نتابعها. انا قلت بقيت نقول إذا كانت هناك أمور تستوجب المتابعة القضائية ستكون هذه المتابعة القضائية. لكن الإشكال اللي مطروح في المؤسسة ديال المكتب ديال الكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الاختلالات تراكمت. أنا أحدثكم عن برنامج استثماري لم يتم القيام به، كان خص دار 3500 ميجاوات دار 8710. إذا من نعلق؟ واش المكتب ولا الحكومات السابقة ولا المسؤولين؟ خص يكون شويه د المنطق، لانه حنا هذه القضيه هذه انا بالنسبه لي القضيه ليست قضيه مزايدات. انا اقول امورا هي معقوله بالنسبه لهذا المكتب. لو انه كانت هناك اختلالات تستوجب المتابعه لكانت هناك المتابعه. لكن الان الا بغينا نحلوا الملف خصنا نقولوا علاش هذيك المحطه اللي كان خصها دار في جوج في ديال سوسمه السدرعه ديال 660 ميجاوات مضروبه في جوج، علاش ما دارتش؟ ما مدى مسؤوليه المكتب في ذلك؟ ما مسؤولية الحكومة السابقة وما مسؤولية الحكومات التي سبقتها؟ الآن نحن في وضع يستلزم أن ننقذ هذه المؤسسة. إنقاذها يمر عبر عقد برنامج لتحدد الالتزامات، لأنه مفروض على المكتب يخرج 8 مليار ونص ديال الدرهم من خلال تحسين الحكمة ديالو. بعد ذلك إذا كان السادة المستشارين لديهم معطيات فيما يتعلق بالسرقه انتهى الوقت سيد نحن لها، ولكن ان نقول هذا الكلام ونحن غير قادرين على اثباتها غير معقول سيد الرئيس. شكرا. نشكر السيد الوزير على مساهمته القيمه معنا.